السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الشوربه بالخضر، كتجي لذيذه بزاف. يعني لشي عشيوه كتكون خفيفه. بلا ما نطول عليكم، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير وطريقه التحضير هي كالتالي: كنحتاجو بصله بتكون متوسطه، قليل من الدجاج، كنحتاجو حبه ديال الطماطم مقسومه على 4. كنحب بالنسبة للتوابل الخرقوم والسكينجبير والفلفل الأحمر والملح حسب الذوق، والقياس ديال التوابل يعني كيبقى على حسب شحال الكمية ديال الخضر اللي دايرين. انا درت يعني نص معلقة من جميع التوابل الا الملح. زدت عليهم معلقة كبيرة ديال الزيت وربع كاس ديال الماء باش نقلي داك البصلة ومطيشة، باش نقليهم بزاف، غير واحد شي شويه غير يهبطوا وصافي. غادي نزيد هنايا القرعه الحمراء او اليقطين. وبالنسبه للخضر يمكن لكم تستعملوا اي خضره يعني بغيتوا ديروها. انا في هذه الشوربه كندير هذه الخضره هذه اللي كنشارك معكم باش كيجي واحد الطعم يعني لذيذ بزاف ومتغاير. لازتو غير اللفت راه غادي تبدل المذاق ديالو. ضفت معلقه كبيره مخلطه ما بين قزبور ومعدنوس وكرافس، وخلط ديك الخضره شي شويه تشحرات باش تشرب لنا ديك التوابل وتجينا لذيذه. في هذه اللحظه غادي نضيف واحد الكميه ديال الماء، والماء خصو يكون سخون بزاف يعني مغلي، ماء مغلي. غادي يعني غادي ندير القياس اللي غادي يغطي ليا الخضر ديالي من الفوق. صافي غادي ندير هاد الكميه كما كتلاحظوا يعني داك المغطى الخضره باش نردها طيب يعني هادي يمشي شويه، هادي يتبخر شويه ودي يبقى شويه باش نطحن الخضر. صافي في هاد اللحظه غادي نحركها واحد شي شويه وغادي نسد عليها الطنجره تقريبا واحد 25 دقيقه هكايا بالاكثر او اقل. صافي تكون يعني الخضره راها طيبه. هنا بعد ما طابت الخضره حيد داك الدجاج، قسمت هذاك الصدر ديال الدجاج على جوج النص، هادي نديرو مع الخضر، هادي نطحنو مع الخضر، والنص الاخر انا غادي نوريكم شنو غادي ندير به. غنخلي الطنجره ديالي تبرد واحد شي شويه يعني باش غادي نطحنها في الخلاط الكهربائي يعني باش ما تفسدليش داك الكاس ديال الخلاط. صافي خليتها كتبرد شويه وجيت لهداك الصدر ديال الدجاج هادي نشعر وغادي نقطعو يعني رقيق بزاف يعني مشعر كله، هادي نقطعو رقيق. صافي من بعد ما قطعته غادي نخليه جانب في الجنب، وغادي نمر باش نطحن الخضر. انا هنا قربت لكم باش تشوفوا يعني كيف قطعاه. صافي هنا من بعد ما شويه دفات ليا ديك الخضر ما بقاش سخونه بزاف، درتها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي وداك الدجاج زدت عليه واحد 3 ديال القطع ديال الجبن. يمكن لكم يعني بالنسبه للجبن ديروا الكميه اللي بغيتو، اي نوع ديال الجبن حتى الجبن الاحمر يعني استعملوه كيجي لذيذ بزاف. هذا الشوربه غير انا ما عنديش متوفر. غادي نضيف داك الدجاج وداك الجبن على الخضر باش غادي نطحن كل شيء مع بعض. داك الجبن مع داك الدجاج اللي كان عفوا اللي كنطحنوا مع الخضر كيزيدنا واحد اللذه في يعني في الشوربه ديالنا. صافي غادي نخلط داك الخضر كلهم وغادي نرجع لكم. صافي انا من بعد ما خلط داك يعني طحنت داك الخضر عاودت فرغتهم في الطنجره، وغادي نزيد يعني جاتني شويه ثقيله، غادي نزيد شويه ديال الماء. هنايا الماء بالنسبه للماء خصو ضروري يكون حتى هو سخون، يعني سخون يعني سخون بزاف. صافي كنزيد داك الكميه ديال الماء حتى يعني ديك الشوربه ما تكونش ثقيله بزاف وما تكونش خفيفه، يعني تكون ما بين وبين. بالنسبه للعشاء يعني حاولوا انها ما تكونش خفيفه بزاف. صافي داك الدجاج اللي شعرت يعني قطعته رقيق بزاف هادي نضيفه للشوربه، كيعطينا واحد المنظر زويون وحتى كيجي واحد المذاق زوين. كتجي شي الشوربه غير هكاك يعني غير بوحدها هكاك يعني ما تيبان فيها حتى شي حاجه. هنا عندي سكينجبير، السكينجبير الخضر، غادي نطحن واحد شي شويه
كيزيدها واحد المذاق بصراحه زوين بزاف. واللي ما عندوش سكينجبير بحال هكا يقدر يدير واحد راس معلقه صغيره ديال السكينجبير في الاخير، يحرك ويطفي، كيعطي واحد المذاق زوين للشوربه. وبالاخص فاش كيكون الحال بارد، هو يعني فاش كنتناولوه في الحريره ولا في الشوربه ولا في اي حاجه كيسخن لينا الجسم ديالنا. وبالنسبه لهذا السكينجبير الخضر يعني حاولوا ديما يكون عندكم انا تنديرو في الكونجيلاتور ديما كيكون عندي. ودرت واحد راس معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود. وبالنسبه انا اللي بغى يدير يعني هذه الطماطم المصبره ومطيشه ديال الحك، يضيفها. انا هنايا كنخلي غير هكاك الخضره طبيعيه مع ديك يعني ديك مطيشه طبيعيه صافي. صافي انا غادي نخلي الطنجره ديالي كتغلى واحد شي شويه، يعني حتى يعني تجمع يعني تجمع راسها مزيان كيف نقولوا يعني تعقد. صافي انا من بعد ما يعني غلات ديك الشوربه وعقادت، يعني ما خليتهاش خفيفه بزاف وفي نفس الوقت ما خليتهاش ثقيله، يعني هي هذيك الواحد كياكلها هكا مع التميرات ولا مع اي حاجه كتجي هي هذيك. الا كانت خفيفه بزاف الواحد ما يجيش تشبعه. صافي انايا فرغتها ودرت عليها شويه ديال المعدنوس، كيجي هذا هو الشكل ديالها الاخير. يمكن لكم تقدموها مع تميرات وشباكيه ولا مع خبيز ديال القمح، كتجي في الصراحه لذيذه ومغذيه. وبالنسبه حتى للاطفال يعني ما كيبغيوش ياخذوا الخضره ياكلوها هكاك في الطاجين ولا في شي حاجه هكا في الشوربه غادي تعجبهم مع داك الجبن، يعني كيعطي واحد المذاق زوين. وما يعرفوش شنو يعني الخضره اللي كاينه في الخضره اللي عندنا في الشوربه. يعني حاولوا تجنبوا لهم غير داك اللفت وداك الشيء، راه يعني هادي يحسوا به في شويه اللفت كيجيب الشوربه شويه قاصحه. صافي دا هو السمك ديال يعني التقوليه ديال يعني ما خفيفاش وما ثقيله كما كتلاحظوا. هي هذيك واخا تاكليها غير بوحدك يعني كتشبعك، وفي نفس الوقت كتسخنك مع داك السكينجبير وداك يعني داك الخضيره وداك الشيء كيحس الواحد الجسم ديالو سخون. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، كذلك الشوربه اللي شاركت معكم. الا عجبتكم الشوربه ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ومع السلامه في فيديو اخر في وصفه اخرى ان شاء الله.